اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الاول اعدادي مع اول درس من دروس الجغرافيا، درس عناصر المناخ. اولا لازم اعرف الفرق ما بين الطقس والمناخ. الطقس هو وصف حاله الجو سواء كان حراره او رياح او امطار او ضغط جوي فتره زمنيه قصيره ممكن تكون يوم او اسبوع. اما المناخ هو وصف حاله الجو لفتره زمنيه طويله ممكن تكون فصل او شهر او سنه. يعني الفرق ما بين الطقس والمناخ هو الفترة الزمنية، لكن التشابه ما بينهم هو وصف حالة الجو. لما اجي اتكلم عن عناصر المناخ، اهم عنصر من عناصر المناخ هو الحرارة. ليه؟ لأن الحرارة بتؤثر في باقي العناصر الأخرى من رياح، من أمطار، من ضغط جو. إيه العوامل اللي بتجعل درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة؟ العوامل اللي تؤثر في درجة الحرارة هي واحد، القرب أو البعد من خط الاستواء. كل ما بقرب من خط الاستواء المنطقة اللي هي بتتعامد عليها الشمس بترتفع درجة الحرارة، وكل ما ابعد عن خط الاستواء سواء كان شمالا أو جنوبا بتقل درجة الحرارة. العامل الثاني هو القرب أو البعد من المسطحات المائية. كل ما بقرب من مسطح مائي بتعتدل درجة الحرارة، ولكن كل ما ابعد عن المسطحات المائية بتبقى المنطقة دي اسمها منطقة قارية بترتفع فيها درجات الحرارة. العامل الثالث اللي هو الغطاء النباتي، أي بيؤثر تجمع النباتات والأشجار في منع وصول ضوء الشمس إلى الأرض، فبالتالي بتؤدي إلى التقليل من درجة الحرارة. يبقى الغطاء النباتي بيؤثر في درجة الحرارة. لما يجي لي سؤال كده في الحتة دي بيقول لي ماذا يحدث إذا لم يوجد غطاء نباتي في منطقة معينة؟ إذا بترتفع درجة الحرارة لأن الغطاء النباتي أو المنطقة النباتية بتعمل على تقليل من درجة الحرارة. العامل الثالث هو طول النهار، وبلاحظ ان في فصل الصيف هو ان النهار فيه اطول من الليل، فبلاقي ان فتره النهار في الصيف درجه الحراره تكون مرتفعه وفي الليل بتقل، لكن فصل الشتاء الاقي العكس. هلاقي ان العكس بيحدث لان فتره الشتاء فتره النهار بتكون قليله، فلما تكون قليله درجه الحراره بتقل. يبقى هنا طول النهار بيخلي درجه الحراره اما مرتفعه او منخفضه، وطول النهار بيكون في الصيف اكتر عن الشتاء. العامل الاخير في تاثير في درجه الحراره هو عامل التضاريس. اول ما اسمع كلمه التضاريس ما انا عندي حاجات كتيره للتضاريس زي جبال وهضاب وسهول، لكن اهم عنصر من العناصر اللي قلتها كعامل تضاريس بيؤثر في درجه الحراره هو التضاريس. الجبل ارتفاعه بيؤثر في درجه الحراره. ازاي؟ القاعدة عندي بتقول إن كل ما برتفع 150 متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية. بمعنى إن كل ما ببدأ أتسلق الجبال هيتراكم فوق قمة الجبال كمية كبيرة من السلوك. التلج ده جه منين؟ جه نتيجة إن كل ما برتفع عن سطح البحر بتقل درجة الحرارة حتى يتكون على قمة أي جبل سلوك، حتى لو الجبل ده في منطقة حارة زي مثلا جبال كينيا في قارة أفريقيا. دي العوامل اللي بتجعل درجة الحرارة إما مرتفعة أو منخفضة. طيب ده أول عنصر من عناصر المناخ. العنصر الثاني من عناصر المناخ هو الضغط الجوي. الضغط الجوي هو خدناه حاجة خدناها في العلوم، هي وزن عمود من الهواء. طيب ماشي. الضغط الجوي دايما أو اللي هو حركة الرياح أو الهواء بتتحرك دايما من الضغط الجوي المرتفع للضغط الجوي المنخفض. بمعنى ان المنطقه اللي بتبقى فيها درجه الحراره منخفضه بيتحرك منها الهواء الى المنطقه اللي فيها درجه الحراره مرتفعه. يبقى معنى كده عايز توصل من كلامي ان في علاقه عكسيه بتربط ما بين درجه الحراره وما بين الضغط. يعني بتهب الرياح من الضغط الجوي المرتفع اللي هو حرارته منخفضه الى الضغط الجوي المنخفض اللي هو حرارته مرتفعه. ودي من عند الله سبحانه وتعالى عشان يلطف من درجه الحراره وما يخليش فيه ذوبان للجليد. طيب ده كان بالنسبه للضغط. بالنسبه للرياح، الرياح هي حركه الهواء. طيب الرياح هنا ليها انواع. ايه هي انواع الرياح؟ الرياح ليها نوع، اول نوع اسمها الرياح الدائمه. الرياح الدائمه بتنقسم الى 3 انواع من الرياح. رياح اسمها رياح قطبيه، رياح اسمها رياح عكسيه، رياح اسمها رياح تجاريه. أول نوع هتكلم عنه الرياح التجارية. الرياح التجارية هي رياح بتهب من الضغط الجوي المرتفع عند درجة عرض 30 إلى الضغط الجوي المنخفض اللي هي ناحية خط الاستواء. طيب يعني دايما الهواء أو الرياح بتتحرك من الضغط المرتفع للمنخفض، من درجة الحرارة المنخفضة للمرتفعة. طيب
فعشان كده بنلاقي ان درجه الحراره بتتلطف، اللي هي ان درجه الحراره بتتلطف بسبب الرياح التجاريه. يعني لما يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر الرياح التجاريه بتلطف من درجه الحراره، هنقول لانها تاتي من مناطق اقل حراره الى مناطق درجه حرارتها مرتفعه. طيب النوع الثاني من الرياح اسمها الرياح القطبيه. الرياح القطبيه دي بتهب من القطبين، سواء قطب شمالي او قطب جنوبي، ناحيه الدائره القطبيه الشماليه. يعني بتهب من نقطه القطب الشمالي ناحيه الدائره القطبيه الشماليه، ومن القطب الجنوبي ناحيه الدائره القطبيه الجنوبيه. طيب ماشي. النوع الثالث من انواع الرياح اسمها الرياح العكسيه. الرياح العكسيه دي اللي بتعكس حركتها واتجاهها، دي اللي بتهب من دائره عرض ال 30 الى الدائره القطبيه الشماليه، او من دائره عرض 30 الى الدائره القطبيه الجنوبيه، ودي بنسميها رياح عكسيه. طيب ده اول نوع من انواع الرياح اسمها الرياح الدائمه. يجي لي سؤال يقول لي ما المقصود بالرياح الدائمه؟ الرياح الدائمه هي رياح تهب بصفه مستمره طول العام. ايه هي انواعها؟ انواعها رياح قطبيه، رياح تجاريه، رياح عكسيه. طيب النوع الثاني من انواع الرياح اسمها الرياح الموسميه. الرياح الموسميه هي رياح بتختلف باختلاف الموسم، سواء كان صيف او شتاء. طيب ايه انواع الرياح الموسميه؟ الرياح الموسميه نوعين، رياح موسميه صيفيه ورياح موسميه شتويه. الرياح الموسميه الصيفيه هي رياح ممطره، ليه؟ لانها تهب من البحر الى البر، فطبعا جايه من البحر محمله ببخار الماء تسقط امطارها على البر. اما الرياح الموسميه الشتويه فهي رياح جافه، ليه؟ لانها بتعكس، بتيجي من البر الى البحر، والبر ما فيهوش مسطحات مائيه، فبيطلع للبحر، فبالتالي هي رياح جافه ما بتسقطش امطار. على فكره انا مش بتكلم عن مصر، انا بتكلم عن العالم بشكل انواع مختلفه من انواع الرياح، هي زي الرياح الموسميه، عشان ما حدش يقول لي هو ازاي ده احنا عندنا في الشتاء فيها امطار. لا، انا بتكلم بصفه عامه عن العالم، مش بتكلم عن دوله معينه. طيب النوع الثالث من انواع الرياح اسمها الرياح المحليه. هي الرياح التي تهب على منطقه محليه معينه، زي رياح مثلا الخمسين اللي بتيجي في فصل الربيع في مصر، ودي رياح محمله بالرمال والاتربه. في رياح تاني اسمها رياح الهبوب في دوله السودان. طيب النوع الاخير من انواع الرياح اسمه نسيم البر ونسيم البحر. ولاحظ ان نسيم البحر بيحدث في النهار ونسيم البر بيحدث في الليل. ببساطه جدا كده، احنا لما بنطلع على منطقه ساحليه زي مثلا اسكندريه، فدايما لما بنيجي نروح البحر بنروح بالنهار. ليه؟ بنقول عشان بننتظر هواء او كميه هواء جايه لنا من البحر. طب وايه الظاهره دي بتحدث بسبب ايه؟ طبعا زي ما بنقول ان نسيم البحر بيحدث بالنهار، لان درجه الحراره درجه الحراره للبر بتكون مرتفعه، فدرجه الحراره المرتفعه بتؤدي الى تصاعدها الى طبقات الجو العليا، وبيحل محلها هواء بارد جاي من البحر. عشان كده بنقول نسيم البحر بيحدث نهارا. طيب اما نسيم البر بيحدث ليلا. ليه؟ لان درجه الحراره للبحر بتكون مرتفعه، وجت ارتفاعها منين؟ لان البحر بيمتص اشعه الشمس خلال النهار. طيب يبقى احنا بنقول درجه حراره البحر بتكون مرتفعه، فبيتصاعد بخار الماء الى اعلى طبقات الجو العليا، وبيحل محله هواء بارد جاي من البر. كده بنقول ان نسيم البر بيجي بالليل ونسيم البحر بيحدث بالنهار. ده كان بالنسبه للعنصر الثالث من عناصر المناخ اللي هو الرياح. اخر عنصر اللي هو الامطار. الامطار هي عنصر مهم جدا، وسبب تاثيره هو درجه الحراره. ازاي؟ ان الشمس بتتعامد على المسطحات المائيه، والمسطحات المائيه بتؤدي الى تبخر او صعود بخار الماء الى طبقات الجو العليا، وبيتكثف وبيؤدي الى سقوط امطار. انواع الامطار ايه؟ الامطار فيها 3 انواع. نوع مطر اسمه مطر التصاعدي، وده بيجي نتيجه اللي لسه قايلها من دلوقتي، اللي هي تعامد الشمس على المسطحات المائيه وصعود بخار الماء لطبقات الجو العليا ويتكثف ويسقط امطار. والامطار التصاعديه دي بتحدث في المنطقه الاستوائيه، يعني منطقه خط الاستواء بتحدث فيها باستمرار امطار تصاعديه. النوع الثاني من المطر اسمه امطار تضاريسيه، والمطر التضاريسي ده جاي من اسمه تضاريس، يعني جاي جزء منه اللي هو الجبال. طب المطر التضاريسي هنا بيتكلم فيه عن ايه؟ ان رياح محمله ببخار الماء بتصطدم بالجبال، تتصاعد بخار الماء الى طبقات الجو العليا، وبيتكثف وبيؤدي الى سقوط امطار. النوع الثالث من المطر اسمه مطر اعصاري. المطر الاعصاري ده بيجي نتيجه ان هواء بارد بيتقابل مع هواء دفيء، وطبعا الاثنين اللي فيهم بخار ماء هو الهواء الدفيء. فلما بيتقابل هواء بارد مع هواء دفيء بيتصاعد
بخار الماء اللي في الهواء الدفيق الى طبقات الجو العليا وبيتكثف وبيؤدي الى سقوط امطار مصحوب بهذه الامطار برق ورعد. ده بالنسبه للامطار الاعصاريه. طب لما اجي اوزع كميه الامطار على العالم، توزيع كميه الامطار على العالم بلاقي ان المنطقه اللي بيكون فيها غزاره امطار هي المنطقه الاستوائيه، ولكن المنطقه اللي هي بيكون فيها الامطار متوسطه كميتها هي منطقه البحر المتوسط، والمنطقه اللي بينبض بها الامطار هي طبعا المنطقه الصحراويه. وبكده اعزائي الطلبه اخذنا درس عناصر المناخ، وهي اهم العناصر هي عنصر الحراره اللي بيأثر في باقي العناصر الاخرى، وعرفت ايه هي عوامل بتؤثر في درجه الحراره، وعرفت ايه هي انواع الرياح، وعرفت العلاقه بين الضغط والحراره، وعرفت كمان انواع الامطار وتوزيعها على مستوى العالم. شكرا لكم وانتظروني في فيديوهات اخرى والى اللقاء.